السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة بإذن الله. فيديو النهاردة عن مرطبات للبشرة، سواء دهنية سواء جافة سواء عادية سواء مختلطة سواء حساسة. قبل ما اتكلم عنهم، اللي لسه ما اشتركش في القناة يدوس على زر الاشتراك اللي تحت ويعمل سبسكرايب ويفعل الجرس اللي جنبه عشان كل فيديو انزله يجيلكم على طول. اول حاجة هبدأ بيها اللي هو التيلوفيل. التيلوفيل ده عايزة اقول لكم ان هو انا ما عجبنيش قبل كده اللي هو البادي لوشن بتاعه والشاور جيل، عشان الشاور جيل معمول في باكج كده مش لطيفه، او معنى اصح الباكج مش تنفع للشاور الجيل. هي عباره عن بومب كده فما تنفعش للشاور جيل اصلا. وبعدين السكراب بتاعه عجبني، يعني الى حد ما كان كويس. بس انا جبت المنتج ده، هو عباره عن موسترايزنج جيل او مرطب جل، عبارة عن جل، بس هو عبارة عن كريم زي ما انتوا شايفينه كده. عايزة اقول لكم حلو قوي 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 قوي، بيرطب البشرة بيخليها فظيعة. عايزة اقول لكم كمان مش البشرة مش بتعرق، مش بتدهن معاكي، البشرة تمتصه بسرعة. حلو جدا 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 استخدامه، وفي نفس الوقت مع الاستخدام يعني وشك طبعا هيتعود عليه، وكمان هتحسي في نعومة على بشرتك، يعني تحسي كده ان في وشك كده خلاص بقى كله مليان اللي هو الترطيب اللي هو محتاجه. فعايزه اقول لكم ده حلو قوي 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 قوي. هو هو في السيراميد، وفي اللي هو في كمان اللي بيرطب هيدريشن، وفي كمان اللي هو في كولاجين، وفي كمان اللي هو انتي اوكسيدنت، في حاجات كتيره قوي. هو منتج مصري، سعره حلو قوي قوي قوي. سعره كان في حدود 220 بالنسبه للايام دي للاسعار، يعني مثلا ده اغلى منه. فانا من رايي يعني لو انتوا عايزين حاجه من الاتنين دول هاتوا التيلوفيل. التيلوفيل منتج حلو قوي، في نفس الوقت انت بتاخدي منه كميه صغيره جدا جدا وبتعملي بيها وشك كله زي ما انتوا شايفين اهو. البشره امتصته او ايديا امتصته على طول، مفيش اي اثر دهني معاه. وفي نفس الوقت حلو، بيرطب البشره حلو قوي، مش بيحسس، مش بيطلع حبوب تحت الجلد او مش بيطلع حبوب عامه يعني. مش هتحس لو انت بشرتك حساسه، مش هتخليكي تهرشي او تحسسك منه. فهو بالنسبه لي كان حلو قوي. هو يعتبر ما فيهوش ريحه اصلا يعني، فعشان كده مناسب كمان للبشره الحساسه. فانا نصيحه مني ان انتوا تجربوا اللي هو التيلوفيل بتاع الموسترايزنج جيل بتاعه، لكن ما تجربوش منه حاجه تاني لان مفيش حاجه تاني اصلا يعني حلوه منهم غير اللي هو الجيل ده. تاني حاجه اللي هو من كيور كريم، من دكتور ايه يا ربي، من ايه مش عارفه دكتور ايه كده. فالمهم الكريم ده فيه السيراميد، وفيه اللي هو التجاعيد، وكمان بيعمل تهدئة للبشرة، وكمان اللي هو فيه البانسينول. كل الحاجات دي يا جماعة بترطب حلو قوي 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 للبشرة. طبعا انت زي ما انتوا شايفين انا برضو مستخدماه. بحب ان انا استخدم يعني مره حاجه كده ومره حاجه كده، ما بحبش استخدم مره يعني كله ورا بعض. ممكن استخدم اسبوع حاجه واسبوع التاني حاجه، ما بحبش اطول في منتج، لازم افصل بين عشان خاطر المنتج التاني، كمان عشان اعمل ريفيوز كتير عن المنتجات، وفي نفس الوقت عشان مش بعرف ان انا امشي على روتين معين، لازم اغير من الروتين. فعايزه اقول لكم ده حلو قوي قوي قوي، بس هو مشكلته ان هو كان غالي. ده حوالي كان 350 او 300 حاجه في الرينج ده، معرفش دلوقتي بقى بكام. فانا من رايي يعني ان انتوا لو عايزين حاجه مرطبه وكمان هو ما فيهوش التجاعيد ده الصراحه، بس لو عايزين حاجه مرطبه تمشي بيها اموركم كده هاتوا اللي هو التيلوفيل. ده كان حجمه 50 ملي، وده اعتقد برضو 50 ملي 70 ملي، فرقتش كتير، هي بس عشان الباكج بتاعتها كبيره. لكن يعني لو انتوا حابين تجيبوه هاتوه، هو حلو قوي قوي قوي. مش هعرف اقول لكم الصراحه ان هو بيعمل في التجاعيد ولا لا، لان انا يعني زي ما انتوا شايفين ما جربتهوش كله فتره طويله، بس هو
انا بالنسبه لي ان هو كان بيرطب حلو، يعني ترطيبه كان حلو وفي نفس الوقت بيرطب البشره فعلا، لا بيطلع منها لا بيعمل اسمه ايه ده اثر دهني، ولا بيلزق معاكي، ولا بيعمل اي حاجه. هو بس حلو، بس عيبه حاجه واحده، ان هو تقيل شويه على البشره. يعني في اللي هو البانسينول. بانسينول طبعا زي ما انتوا عارفين البشره الدهنيه والبشره المختلطه ما ينفعش يستخدموا البانسينول، لان البانسينول اصلا ماده تقيله قوي على البشره، بيستخدموها اكتر الناس اللي هي بشرتها جافه. فانتوا خلوه في الشتاء. انا استخدمته بس كنت باخد منه يعني الحته اللي انتوا شفتوها اخدتها دي على ايديا، بعمل بيها وش كله. فانتوا هاتوه، بس هاتوه في الشتاء، يعني لو انتوا عايزين تجيبوه هاتوه مثلا المره دي، وبعدين يبقوا كرروه في الشتاء، او خلوه معاكم لغايه الشتاء خلاص يعني، واستخدموه في الشتاء، فاهمين؟ لكن في الصيف التيلوفيل ده عايزه اقول لكم رهيب، خفيف قوي 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 قوي، البشره تمتصه بكل سهوله، ما بتحتاجيش اصلا لا مروحه ولا تكييف عشان خاطر البشره تمتص. بس كده. فاللي عجبني الصراحه اكتر واحد عجبني فيهم يعني اللي هو التيلوفيل، لان التيلوفيل الصراحه ممتاز ممتاز ممتاز. وكمان اللي هو ده فيه نسبه ريحه، فما انصحش الناس اللي بشرتها حساسه اللي هي تجربه، لان هو فيه نسبه ريحه كده بسيطه. بس كده، ده كان فيديو النهارده، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.